بقالي 20 سنة بشتغل مغسلة أموات. عمري ما شفت حاجة شبيهة باللي شفته ده، ويمكن ده كان أكبر لغز واجهني في حياتي. معرفش إيه اللي ممكن يوصل جثة إنها تخاف تروح قبرها للدرجة دي. جات لي مكالمة من واحدة بتستغيث. أبوس إيدك يا ستنا تعالي بسرعة. سألتها عن العنوان واللي كان في بلد بعيدة عني شوية، نص ساعة تقريبا. لبست بسرعة ووقفت توك توك عشان يوصلني لحد بيت المتوفية، وبعد نص ساعة تقريبا ويمكن أكتر وصلت. الغريب إني دايما بدخل أي مكان فيه ميت بيبقى الجو العام هو الحزن، البكا ويمكن الصراخ. إنما المكان هنا كان مختلف. الجو العام كان بيدعو للاستعجال وبس، وكأن البيت كله عايز الميت يتغسل ويتكفن في ثواني معدودة، وكأنهم فرحانين في موته أو وجوده هيسبب فضيحة كبيرة. وده بقدر ألمسه بسهولة لأني قديمة جدا في المجال ده. دخلت بهدوء ووقار وطلبت واحدة من أهل الست اللي ماتت تدخل معايا. كان تقريبا في 3 ستات، كلهم بصوا لبعض بخوف. في النهاية أنا ماليش دعوة، أنا جاية أغسل وأمشي. فتحولي باب الأوضة ودخلت. قفلت عليا الباب وقربت من الجثة، بس بدأت أشم ريحة بشعة، ريحة شبيهة بروث الحيوانات. إيه ده؟ تجاهلت الريحة بالعافية وكشفت وجه الجثة، وكان أصعب مشهد شفته في حياتي. في شعر كتير قوي طالع من فم الجثة، وشها شكله مخيف، مخيف قوي، كأنها ماتت وهي بتتعذب بالنار. عينيها جاحظة ومفتحة وفيها 1000 نظرة ألم. الشعر كان خارج من فمها في منظر بشع رهيب. جسمي كله اتلبش، لساني اتشل عن النطق. جريت على باب الأوضة ومقررة إني مش هغسل خلاص. جيت افتح الباب لقيته مقفول بالمفتاح. خبطت بهستيريا وسمعت صوت راجل من بره بيتكلم بتهديد. مش هتمشي من هنا غير لما تغسليها. رديت عليه من جوه بخوف، مش هعرف أغسلها. ماليش دعوة، تصرفي، كفنيها أي حاجة عشان ندفنها وخلاص. وعرفت إني اتحبست مع أسوأ جثة شفتها في حياتي. لبست جوانتي وقربت من فمها، وبكل تقزز فضلت أشيل الشعر من بقها. سمعت وقتها آهات، وجع، كأن حد عايز يطلع حاجة من فمه ومش قادر. جسمي فضل يترعش، وعلى قد ما أقدر كنت بحاول أشيل الشعر. في النهاية شلته كله، وبدأت أكشف جسمها اللي كان مكرمش على بعضه، كأنها عجوز عندها 1,000,000 سنة. رحماك يا رب. وقبل ما صب عليها المية سمعت الصوت تاني، كأنها عايزة ترجع حاجة من بطنها. ببص لقيت الشعر ظهر تاني في الفم كله. جسمي حرفيا بدأ ينهار، مش عارفة أتصرف إزاي. حطيت الكفن في ثواني ولفتها بيه أي كلام، وربطته 20 عقدة عشان حاسة إنها ممكن تهرب من الكفن. خرجت عشان ألاقي اللي بيشدني بحزم بره البيت. قبل ما أسأل أو أنطق ولقيت توك توك مستني، ركبني فيه وقال له بغضب اطلع. وطلع التوك توك وأنا في قمة خوفي واندهاشي. مين دي؟ وليه بيحصل معاها كده؟ ماتت زانية ولا على معصية كبيرة؟ حاولت أسأل سواق التوك توك بيت مين ده، بس ما ردش عليا. في النهاية رجعت بيتي، رجعت وأنا منهارة. اتطلب مني أجي أغسل حد تاني بس ما قدرتش أطلع من بيتي. حالة اكتئاب وحزن مسكتني بكل عنف. فضلت شهر كامل مش قادرة أبعد شكل الجثة عني، وشها المخيف وعينيها الجاحظة، فمها اللي كله شعر خشن، شكله مقزز، جلدها المتيبس بطريقة رهيبة. شهر وأنا مش قادرة حتى أخرج من بيتي، بسمع صوت الجثة اللي سمعته يومها، لحد ما قررت أحارب، أواجه، وأول مواجهة لازم تكون في بيت الست دي. ركبت توك توك يومها ورحت لحد بيتها. راقبت من بعيد، لقيت ستات كتير بتدخل وتخرج كأنه فرح، مع إن العزا خلص من شهر كامل. حاولت أقرب وأبعد لحد ما لقيت طفل ماشي. قلت له أنا مبتسمة، هو بيت مين ده يا حبيبي؟ رد بلهجة طفولية، ده بيت الشيخة بدعة. شيخة إزاي يعني؟ بص لي ومعرفش يرد، لسه مش فاهمة حاجة. استنيت واحدة خرجت وقربت منها وأنا بوزن كل كلمة بقولها. صباح الخير يا أختي. صباح النور يا حبيبتي. قال قولي لي عشان محتاجة حد يساعدني. أأمريني، الواد ابني مشلول ومش عارفة أوديه لمين ولا مين. طيب ما تروحي للمرسي. مين المرسي ده؟ ده شيخ سر باتع، الشفا هيكون على إيده إن شاء الله. أمال الشيخة بدعة؟ الشيخة بدعة ماتت يا أختي، واللي مكملة الشغل أختها بديعة، بس دي بتقرأ بس مش فاهمة. لقيتها طلعت فنجان وضحكة ضحكة رقيعة، وفهمت ويا ريتني ما فهمت. وبكل حزم دخلت وسط الستات جوه. لقيت صالة البيت اللي عارفاها مليانة ستات والبخور في كل حتة. لقيت واحدة بتقولي سجلي اسمك، وكتبت اسمي، واستنيت يجي ساعتين لحد ما دخلت على بديعة. ست عجوزة لسه فاكراها من يوم الغسل، قاعدة على كنبة خشب قديمة وقدامها مبخرة. ابتسمت وقالت لي أؤمريني يا حبيبتي. مش عارفة أقول إيه. معاك الفنجان ولا هتقرأ الكف؟ أعوذ بالله من شرور ابن آدم.
انت ما خدتيش العظة من موت أختك. لقيتها اتكلمت بغضب وقالت: مالها أختي بقى؟ ما هو أنا اللي غسلتها وشفت. اتحولت نظرتها الخوف وهي بتقول: أختي ما عملتش حاجة غلط، وكلنا ما بنعصيش ربنا، يعني مش ناوية تتوبي. لقيتها ثارت من لوحدة وقالت: انت جاية تعملي لي شيخة هنا؟ امشي من هنا بدل ما موتك. ربنا هو اللي بيموت، وإن شاء الله لما تموتي أنا اللي هجيلك برضه، وموعدنا عند الله يا دجالة يا حليفة الشيطان. وسبت المكان كله، سبت وأنا ببكي من ظلم ابن آدم لنفسه. رغم اللي شافوه لسه مكملين. الفلوس عمتهم عن رؤية الحقيقة المطلقة، الموت، القبر، الحساب. رحماك يا رب. فهمت ليه كان فمها مليان شعر. كل كلمة فاسدة قالتها وهي بتقرأ الكف والفنجان، كل كلمة تعدت بيها على حدود الله. ربنا رزقها لسان وهي استخدمته في أسوأ ما تتخيل.